سلام سلطاناتي. في هذا الفيديو جديد ان شاء الله تكونوا كامل بخير. جيتكم بهذا لا كوموند تاع 150 حبه تاع صابلي بريستيج بذوق رائع. راح نعطيكم مقادير مضبوطه. اول حاجه راح نبدا بعجينه الصابلي. كما تشوفوا هنايا عندي لا مارغرين، استعملت علبه كامله اللي هي 500 غرام تاع لا مارغرين مع 200 غرام تاع سكر ناعم. السكر الناعم تاعكم غربلوه. وهنا للامانه هذه الكميه اللي بديت بها نتاع لي صابلي راهي خرجت لي 120 حبه، وليت زدت ربع الكميه. سما وليت قسمت العلبه تاع لابال هذيك اللي عندي تاع الزبده على 4، يعني درت 125 غرام، ووليت زدت لها 50 غرام تاع سكر وصفار تاع بيضه. والمقادير الاخرى المهم نديروا ربع الكميه. شوفوا تبعوا معايا هنايا راح نخلط المقادير هذه مع شويه تاع لافاني، نص ملعقه تاع لافاني. نضيف البيض هكذا بالتدريج. هنا راني نسرع في الفيديو. حطوا البيضه الاولى ومن بعد زيدوا لها البيضه الثانيه، ما تخدموهمش بزاف، جوست ما تخلطوا وتتحصلوا على هذا القوام الكريمي هذا. هنايا راح نحيه من الباطور هكذا، نزيد نخلطو كما تعرفوا راهو يقعد في البيترام من تحت. تقعد شويه لا مارغرين ماهيش مخلطه مليح. ومن بعد هنايا راح نضيف النواشف. هنا عندي كيس تاع خميره كيميائيه، وعندي هنايا نشا. تحبوا ديروا 4 مغارف، 5 6 7، يعني ماهوش راح ياثر بزاف. النشا راهو راح يعطي خفه للصابلي تاعنا. وهنا كما تشوفوا راح نزيد الفارينه تاعي راني غربلتها. من الاحسن النواشف كل تغربلوهم. وراح نلم الصابلي بلا ما نعجنوه. حاولوا تلموه هكذا بلا ما تعجنوه حتى نتحصلوا على عجينه تكون متماسكه، ما تخليوهش طري بزاف باش كي طيبوه ما يروحش الشكل نتاعو، وفي نفس الوقت ما تيبسوهش بزاف حتى يفقد الذوق تاعو. يعني حتى كي يكون يابس بزاف ما يجيش بنين، يكون ناشف بصح في المعقول. هنا كما تشوفوا راني قاعده نشف هكذا بالعقل في العجينه نتاعي حتى نتحصلوا على هذا القوام متماسك كما راكم تشوفوا. هنا راح نقسم الكميه على 2 ولا على 3، وغطيوا الكميه المتبقيه تاعكم. افتحوا هكذا في كيس بلاستيكي. من الاحسن ما تستعملوش الفارينه باش الحبات يجيوكم قد بعضاهم. شعلت الفور من قبل ثاني، راهو على 180 ولا 170 درجه. هنا درت الطابي تاع سيليكون، وكل حبه راني نقلبها على وجهها ونحطهم يطيبوا. انا نطيبوا من التحت ونزيد نطيبوا من الفوق، نحبوا شوي يكون حمر هكذا. هنا راني زدت الكميه كما قلت لكم تاع الصابلي. نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. هنا بالنسبه للشوكولاته راح نديرها في ليمول تاع السيليكون. استعملت الوجدان، يعني الذوق تاعها بنين مليح. هنايا استعملت 2 كيلو، يعني استعملت 8 علب تاع الوجدان. كما تشوفوا هنايا كي تحبوا تلونوا الشوكولا تاعكم، يعني اللي تعرف يعني اللي مش مالفه تفزلها الشوكولا، من الأحسن ذوبها كامل مع بعضها باش تتحصل على نفس اللون. انا هنا راني ذوبت كلش مع بعضه. النصائح تاعي باش ما تفزلكم الشوكولا كما تشوفوا الحمام المائي تاعي لازم الماء ما يقيسش الصحن من التحت، يسمى ونقصوا النار عليه وخليوه يذوب على نار هاديه. وفي كل مره حركوها راح تجيكم شوكولا مليحه. هنا كنت نعتلكم في الملون نستعملوا لي خاص بالشوكولا. استعملت الاصفر، هذا اللون الاصفر، ومن بعد استعملت هنا اللون الاحمر، ونبقى نخلط فيه حتى نتحصل على اللون اللي راني حاباته. كما شفتوا في الفيديو كروفات هذا اللون الباهي. راني نضيف غير بالعقل. ديروا في بالكم راهو اللون الاحمر يكون شوي غالب. كي قاعده نلون هكذا راني نضيف بالعقل ونحرك ونشوف. درت مع بعضاهم اللون الاصفر واللون الاحمر، جاني شويه كلاغ زدت له، وهنا جاني شوي كلاغ زدت له شوي احمر. هكذا انا هكذا راهو عجبني اللون. راهو ديما الكاميرا ما تبين لكمش اللون كيما راهو. بعد انا هنا باش نعرف اللون يعني راهو جاني كيما نحتاج. وانا كنت هنايا قربت هذا لو موتيف اللي كنت خدمت به الكعيكعات وشفت. وديروا في بالكم هنايا، شوفوا اللون هنايا راهو بان مليح. ديروا في بالكم هنا اللون تاعكم كي تحطوه في ليمول وتكونجليوه راح يزيد يبان مليح، يعني راح يعطيه اللون تاعو مليح.
ساعات يبان لنا اللون باللي كلاغ، ومن بعد كي نكونجليوه ونخرجوه يبان اللون تاعو بلي راه ولا فونسي. يعني ما تزربوش تكثروا كميه الملون، حتى جربوا ولو حبه وشوفوا. هنا انا كنت يعني درت كميه هذه راني نديموليها قدامكم، ونعاود ندهن ليمول. المول هذا اللي استعملته راهو باهي وسهل، يعني تقدروا ديموليوه بطريقه سهله، يعني اي وحده قدرت تنحيه. هنا شوفوا عندي نصيحه وحده كي ندهن هكذا المول تاعي، اضغطوا مليح على جهه القلوب هكذا من تحت باش ما يبقاوش الفراغات هذوك تاع الهواء. درت الطبقه الاولى ونحيها كيما شفتوني في كل ما نخدم ونجي راح نحطه في المجمد، نحي هذاك الفوقاني الزايد باش يجيوني الحبات كيما نقولوا مضاعف، يجيو الحبات متحوفين. هنا ندير 3 طبقات ومن بعد نديمولي. هذه الكميه اللي درتها 150 حبه. هنايا عندي الحشو، راح نبدا بالطبقه الاولى نتاع الحشو. كيما تشوفوا عندي هنايا الجوز وعندي هنايا الفيتين. هنا في البدايه استعملت 200 غرام من كل حاجه، 200 غرام جوز، 200 غرام فيتين. ما كفاتنيش وليت زدت 100 غرام. يسمى نتوما من الاول ديروا 300 غرام، اذا راح تستعملوا نفس الكميه ديروا 300 غرام فيتين و300 غرام جوز، 300 من 300 حتى 350. هنايا بالنسبه للشوكولا استعملت هذه الوجدان بذوق البندق. هنا راح ندير ديما حركوها خاطر تطلع الزيت. حاولوا ديروا الشوكولا بكميه مليحه، انه ديما الحشو تاعكم مع الوقت راح ينشف. هنايا شوي ديروا الشوكولا تكون باينه كيما تشوفوه بالطريقه راني ندير ونحرك ونشوف. هنا شوكولا ما عطيتكمش بالميزان، يعني عينكم ميزانكم، حركوا هكذا وشوفوا. المهم يكون كيما راكم تشوفوا، يكون يعني شبعوه شوكولا. هنا راح نعمر ليمون كيما تشوفوا بالطريقه هذه. راح ندير ديروا حوالي يعني نصف تاع المول ولا اكثر شوي من الطبقه الاولى. هذا الحشو تاع الطبقه الاولى، الطبقه المقرمشه اللي فيها الفويتي وفيها الجوز. هذه طبقه مقرمشه وبنينه بزاف وفي نفس الوقت حلوه بزاف، يعني يكون نعمروا بها الحبات كامل. انا راح يجيني صابلي يجيني حلو بزاف. كاين اللي ما يهمهمش هكا، بصح انا نحب الصابلي يكون متوازن. دوك تشوفوا هنا واش درت. هنايا الطبقه الثانيه عندي جينواز. الوصفه تاعها راح نخليها في نهايه الفيديو، اللي مش مهتمين بها ولا اللي يحبوا اللي يعرفوا يخدموها كل وحده طريقتها فيها. راح نخليها لكم في نهايه الفيديو، اللي تحب تتفرجها. هنا هذه الجينواز اللي خدمت ب 12 بيضه، وشي هو قعدت لي منها كميه يعني ما كملتهاش، وكنت تخدموا ب6 بيضات راح تكونوا محتاجين تزيدوا كميه اخرى. ديروا 12 بيضه واللي بقى قسموها لاطفالكم. هنا كما تشوفوا الجينواز تاعي راني رحيتها، درت جينواز بذوق الكاكاو رحيتها. بالنسبه لكريمه الزبده راني نطلع زبده اوبلين نطلع زبده اوبلين مع السكر الناعم. هنايا كي نكون راح نديرها في الحشو راني نقص شويه كميه سكر ناعم، ما نديرش نفس الكميه تاع الزبده مع نفس الكميه تاع السكر الناعم، نقص شويه ونطلعهم. ما درت لها حتى اضافات حتى تطلع مليح. المهم هنا شوفوا راح نزيد شوكولا للطاله ونزيد الكاكاو ولم هذا الحشو تاعي كطبقه ثانيه. هنا الكاكاو علاه درته نديرو باش ما يجينيش الحشو كما قلت لكم حلو بزاف. والحشو اهم نصيحه في الحشو ديما ديروه طري خاطر راح ينشف وراح يشرب. وهنا ثاني كاينه النصيحه هذه اللي تحب الكاطو تاعها ما يفزلهاش ويطول الزبونه تاعها، ندير له ملعقه نتاع جلوكوز هكذا راح يخلي الحشو نتاعكم كما نقولوا يبقى مده اطول. هنا راح نقفل، شوفوا كيفاش نقفل، حاولوا تقفلوا الحواف مليح باش هذيك الشوكولا الاولى تاع الطلاء اللي استعملناها الباج هذيك تاع البندق ما تخرجناش على الاحراف كي نغطيو، بيسك انا ما نغطيش بالشوكولا، راني جوست ندير شوي شوكولا فوق الصابلي ونحط الحبه كيما راكم تشوفوا. هنا راني ما حطيت شوكولا حتى نعمر الحبات تاعي كامل. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. اللي عندها اي استفسار تخلي لي في الكومنتير. هنا بالنسبه لي صابلي كيما فهمتكم نديرو بلا بوش
هكا كميه قليله نتاع شوكولا في الوسط، ونحطو فوقها هذا المول هذا اللي عمرناه بالحشو الاول والثاني راح يلصق لنا. هنا لصقت الكميه كامل. هنا عندي سكر ديامون. بالنسبه لسكر ديامون كي تحبوا تشريوه حاولوا تشريو اللي يكون شوي خفيف، يعني في القرعه في الحانوت بعد كي تحبوا تشريوه ميلوا القرعه هكذا وشوفوا كي يكون خفيف هذاك هو اللي راح يسهل لكم العمليه تاعكم باش تخدموا يعني في ساعه كما نقولوا. هنايا هذا اللي شريته راهو ثقيل شويه، تهز لكم حوالي 4 قراع ولا 3 قراع ونص هكذاك. ديروا لها ورق الذهب وحركوا بالطريقه هذه، ونديرها هنا في لابوش بالطريقه هذه كما راكم تشوفوا هنايا. وراح هكذا راح نعمر هذوك القلوب تاع لي صابلي. ندير قلب نعمرو قلب لا حتى نتحصلوا على هذا الشكل هذا كما راكم تشوفوا هنا. راني قاعده نعمر، والتصوير ديما راهو ما يمدش حق الحبه كما تشوفوها بالعين. بالطريقه هذه راح نزيد نحط لكم المقادير ان شاء الله وين قعدت دوك نكتبها لكم في صندوق الوصف، سورتو لي صابلي هكذا باش تخدموا الكميه وتكفيكم. كي تزيدوا ربع الكميه نتاع لي صابلي كما قلت لكم تقسموا العلبه على 4 ولا توزنوا 125 غرام تاع لا مارغرين، راح يفضلوا لكم منها حبات تاع لي صابلي. هنايا كنت حطيته في لي بواط، درت له لي كيسات وحطيته في لي بواط. الكاطو تاعي هنايا راهو واجد، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. عجبهم بزاف يعني لي كلاوه عجبهم بزاف وراح يجي بنين. وحاولوا ما ديروش طبقات تاع الشوكولا تكون خشينه بزاف، ديروا 3 طبقات ويكونوا رقاق. راح تجيكم يعني مليحه وبنينه، ما تجيكمش هذيك الطبقه الشوكولا اللي تكون خشينه. وهنا البنات قبل لا نكملوا الفيديو راح نروحوا لطريقه تحضير الجنواز. كما تشوفوا هنا استعملت 6 بيضات. اول نصيحه ليا هي يكون بدرجه حراره الغرفه. البياض درت له رشه نتاع ملح، والاناء تاعنا ما يكونش مبلول خلاص ولا قطره ما تكون فيه، والبياض نتاعنا ما يكونش فيه مخلط بالصفار سينو مش راح يطلع لكم مليح. راح نطلع هكذا البياض. كي نطلعوا البياض لا فيتاس الاولى ما تقويوهاش معايا بدا يتحرك ولا يقويوا على رواحكم. هنايا بالنسبه للسكر، السكر عادي استعملت 2 كيسان. الكيسان تاعي درتهم غير ربع يعني ما عمرتهمش، نحيو دوا 2 كيسان غير ربع. وهنا في اناء اخر هذا اللي درت فيه الصفار راح ندير له كيما تشوفوا هنايا 4 مغارف ندير 8 مغارف. 4 مغارف نديرها في 6 بيضات. هنا ندير 8 مغارف نتاع حليب يكون دافي، ما ديروش يكون بارد ولا يكون بدرجه حراره الغرفه. حتى الزيت هنا راح ندير 8 مغارف تاع زيت. انا كنت هنا يعني درت 8 مغارف في الصحن، غير حبيت نعت قدامكم باش تشوفوا 8 مغارف تاع زيت. وراح نزيد ثاني نكهوها بلافاني، ولا كي تحبوا تستعملوا الكاكاو مش محتم ديروا لافاني هكذا بالطريقه هذه. الزيت راح نحطه وراح نخلط هذه المقادير. قبل ما نخلطهم هنايا زيت لافاني مغرف، ديروا مغرف تاع ديساغ تكون معمره نتاع لافاني، ولا تحبوا ديروا لافاني السائله كما تحبوا. انا نشتي ندير لافاني تاع الميزان. راح نخلط هكذا المقادير، وفي نفس الوقت راهو هنايا كان السكر ومع البياض راهم طلعوا. شوفوا حتى تتحصلوا على هذا القوام يكون كما تشوفوا يكون متماسك جدا. هنا راح نضيفوا الصفار بالطريقه هذه، ما تخليوهش يدور بزاف كي تحطوا الصفار، غير كيما يتحرك طفيو عليه ونحيوه. هنا راح نضيف كيسين تاع خميره كيميائيه. وهنايا كي تحبوا تضيفوا
الكاكاو دخلوهم مع القيس تاع فرينه. اذا حبيتوا ديروها بيضه ديروها فرينه وحدها. هنا 2 كيسان الاولين البنات راني نضيف بالكاس ونحرك. 2 كيسان الاولين تاع فرينه يكونوا ممسوحين، كاس ممسوح، و2 كيسان ثانيين راح نديرهم كاس الا ربع، كلش راهو 4 كيسان، بصح 2 كيسان ثانيين مش معمرين. اذا حبيتوا تضيفوا الكاكاو ضيفوه مع كميه الفرينه، يعني ضيفوا 4 مغارف تاع كاكاو حتى يولي كاس غير ربع. كيما هنا راني درت 4 مغارف تاع كاكاو، هذو 2 كيسان ثانيين، ونخلط بنفس الطريقه. هنا راني يد تصور ويد تحرك على هكاك، يعني ما قدرتش نخلط. كي تخلطوا خلطوا على جهه واحده وما ترجعوش. وهنا راني كنت شعلت من قبل الفرن تاعي على 170 درجه ولا 160 درجه، خليوه يسخن مليح ومن بعد دخلوا هذا لاجينواز نتاعكم فيه. تحبوا ديروا بابي كويسون، هنا ما كانش متوفر عندي ورق الطهي، حطيت درت لا مارغرين ومن بعد زدت طبقه نتاع فرينه ودخلته يطيب. طيبته من التحت ومن بعد زدت شعلت عليه الفوق، زاد حمار شويه، يعني لازم يطيب حتى من الفوق، وتحصلت على هذا النتيجه. ان شاء الله ينال اعجابكم الفيديو تاع نهار اليوم. والى الملتقى في فيديوهات اخرى باذن الله مع مزيد من الطلبيات ان شاء الله. واللي عجبها هذا النوع من الفيديوهات ما تنساش تخلي لي تعليقها الجميل. الى اللقاء.